مصطفى مسعد خضير شاب مصري فنان من أسرة فنية مميزة، توارث الفنون الجميلة بأقسامها المختلفة، حيث أن أباه أشهر خطاطين مصر الفنان خضير البورسعيدي، كما أن أعمامه رسامين ونحاتين، حيث أنه من صغره تميز في الرسم، إلا أن في الأعوام الأخيرة انطلق بإبداعاته لآفاق أكبر، حيث أنه تخصص بالرسم بالأقلام الجاف. رغم صعوبة هذه الطريقة واحتياجها لمهارات خاصة وإحساس عالي باللوحة، لهذا بدأ مصطفى بالتواصل مع عدد من الرسامين من خارج البلاد، أغلبهم من أسبانيا وغانا، وتمكن مصطفى من أدواته لينطلق راسماً العديد من اللوحات التي عرضت في معرض يزوره ملايين من الزائرين، وهو موقع التواصل الاجتماعي، ليحصل على قدر كبير من الإعجاب والإشادة من الهواة ومن المحترفين. لما دخلنا على صفحات السوشيال ميديا والفيسبوك وتويتر وغيره، لقينا في شخص شاب في مقتبل العمر عامل ضجة جامدة جدا، لأنه الحقيقة أنا قلت لما دخلت لقيتها صور رائعة الجمال حلوة جدا، بس أنا متخيلة إنه تصوير. اكتشفت إن هو لأ، ده كله رسم، ومش أي نوع من الرسم، لأن أنواعه كمان كتير. ده النوع اللي هو بالحبر، بالقلم الحبر، اللي هو مش بيرسم مساحات كبيرة، مش بيدي درجات معينة من الألوان، ده هو لون واحد، لكن من اللون الواحد قدر يدينا مليون شادو أو مليون لون ظلال. النهارده معانا مصطفى مسعد خضير، منورنا يا مصطفى. الله يخليك، بنورك، شكرا. والف مبروك على الشغل اللي انت عامله ده، لان على ما اعتقد موضوع صعب جدا. اولا اللوحه بتاخد منك وقت قد ايه؟ حسب الحجم وحسب التفاصيل. اديني كده متوسط ممكن شهر ونص، شهرين. شوف بالترتيب. اولا انا عارفه انك انت عيله فنيه جدا وكلهم فنانين، وعاده ده ممكن يكون ليه جزء مثلا 30-40% من بدايات ان هم بيشجعوك، يمكن 60% كمان. 60 وال 40 بتوعك انت يعني. ال 40. طب نقول ال 60. العيله، كلمنا عن عيلتك ومين الفنانين فيها. تمام. انا طبعا نشأت في عيله فنيه، عيله خضير. عندنا والدك مشهور جدا اكيد. والدي خضير البورسعيدي، الخطاط المشهور. وعندي طبعا امامي في نحت وفي رسم، في كل المجالات. طبعا ده اكيد اثر عليا بشكل كبير. ده خلاني في حافز. كنت بتشوف والدك وهو بيشتغل وبيعمل المخططات؟ اكيد طبعا، اكيد بتابعه، وطبعا بالاخص طبعا في الرسم، وبرضه بيرسم وما شاء الله برضه، وبتابع معاه طبعا، وبحاول يعني القط منه حاجات كده، واكيد ده بيفيدني يعني في موهبتي وكده، بطورها. الفن يعني الفن ده على ما اعتقد ممكن يكون هينقرض او بينقرض. انت عارف الحاجات الحلوه بتاعتنا، بتاعت مصر، بتاعت زمان، اللي هي الفنيه قوي، عماله تروح مع الوقت وتروح مع الزمن، واحنا بننسى معاها تراثنا وعمالين ننسى اللغه العربيه، وبتعدي مننا حاجات كتير. هل كمان التخطيط برضه نفس الفكره؟ هي مش فكره، لا هي مش فكره بينقرض خالص، ده بالعكس، ده بينتشر. بس هي المشكله ان هي المشكله ان الدوله مش بتسلط الضوء على الشباب خالص. صحيح. لكن هم بالعكس دول موجودين وبيزيدوا بشكل هائل جدا. والفنانين الكبار بيتعدوا على الصوابع. احنا المشكله ان هم ما بيورثوش الشغل لاولادهم. بالظبط. هي الشو الاكبر على اللي هم الكبار، لكن طبعا في فنانين شباب لسه طالعين ما شاء الله، مستويات روعه جدا، وبس بيدخلوا بقى فنون تانية معاها، بيدخلوا في فنون، بيدخلوا مواضيع، بيدخلوا افكار، تبقى في حاجات كتير قوي مختلفه جديده. بس يعني محتاجين تسليط ضوء شويه عليهم عشان كويس يظهروا في الساحه. طيب قولي يا مصطفى، دخلت ازاي بقى وقررت تعمل النوع ده من الفن ازاي؟ طبعا انا يعني زي اي فنان ببدا بالرصاص وبالفحم والالوان الخشب والحاجات البسيطه دي. انت دراستك ايه اصلا؟ انا بدرس نظم معلومات، بعيده حاجه خالص تانية عن الفن. خالص. بدأت يعني كنت بشتغل بالرصاص الاول وفحم ولم خشب والحاجات البسيطه ديت. طبعا كان مستوايا ما كانش بنفس قوه دلوقتي، بس طبعا اشتغلت لفتره بالخامات دي، فحبيت بقى اللي انا انا عايز اشوف حاجه جديده، حاجه مختلفه، حاجه تميزني عن باقي الفنانين.
فبالصدفه وانا بقلب في صفحات التواصل الاجتماعي وكده، في البيجات اللي هي الاجنبيه الكبيره وكده، لقيت رسم طبعا بالجاف مع بقيه انواع الرسومات. لا يعني اول ما شفته وقفت عنده بقى، ده معمول لا ازاي؟ لازم اجرب وكده. طبعا هو كان مثلا ايه بيبقى بالقلم الحبر عادي جدا، حسب بقى مثلا بيضيف هو لمسه من عنده، بس هو بالقلم الحبر. انا عجبني الموضوع جدا وحبيت اجرب، يعني وحسيته يعني حسيت الخامه قوي، فحبيت اجرب. طبعا الاول كان التجربه كانت ضعيفه، قعدت اعمل سكتشات كتير، قعدت اتدرب على التظليل كتير، قعدت فتره طويله قوي، يمكن كنت بقعد اليوم كامل اشتغل، يمكن بنام في اليوم يجي اربع ساعات، من كتر ما انت عايز توصل عايز اوصل لمستوى معين في دماغي للتقنيه دي. بالظبط. وحاطط حاطط دايركت في بالي، يعني خلاص لازم لازم اوصل له. كويس. واشتغلت كتير والحمد لله يعني ظهر عرفت خلاص السر ايه والطريقه ايه. بالظبط. يعني الموضوع مش محتاج تقنيه تدرسها، ده الموضوع محتاج ممارسه. مم. تفضل تشتغل على ايدك لغايه ما تعرف تتقن الموضوع ده. هي الموضوع كله ممارسه، مش دراسه نهائيا. فطبعا هي الدراسه اكيد بيبقى فيها عامل اساسي، يعني فيها عامل كويس، بس هي طبعا الاول والاخر ممارسه. مفيش ممارسه مش هيبقى فيه تطوير. طيب يعني المتعه في الفن ده ايه؟ يعني متعه انك انت تعمل بني ادم احس ان ده خلاص طالع لي بره، او مجسد، او ده صوره، ده تصوير، مش لوحه. ده مش بني ادم كده خط فلات، لا ده بيقرب يتكلم. المتعه فيها ايه؟ المتعه في كده طبعا الرسم ده عالم تاني، مجرد ما تدخله بيفصلك عن العالم اللي انت فيه. طبعا مع الموسيقى طبعا فيروز بقى انت بتقعد تسمع فيروز؟ اكيد، يعني بسمع القديم، بسمع فيروز وبسمع يعني موسيقى. هم بيقولوا الفنان بيبقى فنان في كله، بس أكيد. جزء معين بيتخصص فيه، لكن هتلاقي ودانه موسيقيه وتلاقيه عنده كذا جزئيه كده. يعني حلو. بحاول وانا شغال اخش في مود تاني، بعيدا بقى عن الحاله النفسيه بقى، مشاكل، ضغوطات، الحاجات دي. احاول انا افصل نفسي عن اي حاجه عشان ابقى تركيزي كله في اللوحه، وابقى في نفس الوقت مستمتع وانا شغال. طب احنا عشان الناس تفهم احنا بنتكلم على ايه، يا ريت تورينا الصور اللي معاك. تمام. انا جايب لوحتين، وعايز اعرف رد الفعل الناس ايه. انا جايب لوحتين، جايب الاثنين جاف، بس دي الوان ودي جاف لوحده ازرق. حبر اللي هو الحبر العادي. اللي هو جاف لو الحبر. يعني مثلا دي حاجه شعبيه. ايه ده يعني مش معقوله. اصل بص لما تقول لمين ايه ده هيقول لك دي صور، دي تصوير. محدش بيصدق انها رسمه يعني. وريني معلش كده. اتفضلي. يعني انا دايما حتى بقول الناس دي بتعمل الكلام ده ازاي، وبقف عنده حقيقه واقفه ازاي قدرت تخليها تصوير. ده معناه انه مهتم بالتفاصيل بتاعت ده. بتمسك بقى عدسه مكبره؟ هي بقى التركيز بس، يعني مجرد تركيز عالي وطبعا يعني مصطفى ده عايز دراسه نسب، وعايز دراسه تشريح، وعايز دراسه درجات الوان، وعايز دراسه جامده جدا متخصصه عشان تعرف توصل للمرحله دي يعني. بالظبط. ما هو انا قبل ما اخش المرحله ديت كنت في مراحل تانية. كنت في مراحل تانية ممكن تبقى النسب مش مظبوطه، بس التطليل كويس، ما اعرفش العكس. فكل ده بيظبط مع الوقت. دراستك اصلا خلاص. مش سهله، عرفت توفق ما بين دراستك وما بين الشغل الجامد ده؟ بالظبط. هي دراستي تبقى الصبح مثلا، وما ارجع ممكن لو في ورايا حاجه اذاكرها ولا حاجه بذاكرها، او بحث او حاجه، بخلص شغلي بحيث ان احاول افضي وقت للشغل ده. كويس. ورينا بقى اللوحه الثانيه كمان. دي الوان جاف. الالوان اللي هو مثلا اللي هو اللون البني والاصفر. انت اصلا جبت الالوان دي، يعني ازاي قدرت تجيب درجات البني دي كلها؟ انت اللي بتخلطها بنفسك من الالوان الجاف؟ هي لوحه كلها، يعني مثلا الوجه كله يجي ممكن 4 الوان. توزيع الاضاءه ودرجات اللون هي دي اللي بتفرق، اللي بتخلي ان في منظور زياده. بالظبط. انا بعمل زي نظام طبقات، يعني مثلا بحط طبقه اصفر على اورنج على بني، بحاول ان اطلع درجه معينه قريبه من الدرجه اللي انا شايفها قدامي. اظن في فنانين على مستوى العالم. اولا كمان انا مبسوطه انك انت بتختار صورك، يعني بص قد ايه الزمن مأثر على وش السيده دي، وتحس انه معجونه بالخبره، عدى عليها سنين
وكل خط في وشها ده يعني يقول ان الست دي قد ايه فاهمه الدنيا، رغم ان نظرتها للمستقبل برضه يعني ليها بعد تاني غير الرسم نفسه. بالظبط. هو اللي أنا الاول كان تركيزي كله ان انا احاول اظهر مهاراتي. دخلت في المرحله دي لا حبيت، لا اللي انا حسيت ان انا بقيت عايز اخش في حاجه جديده، بقيت اضيف مواضيع للوحاتي. فكرت تعمل لوحات لمصر بكل حضاراتها وانواعها، اسلامي فرعوني؟ انا الاول كنت مثلا برسم ايه، اشخاص مشهورين بره، اجانب والكلام ده، بس انا حبيت بقى انا ايه ادخل بقى المصري بقى، المصريين والحضاره المصريه والشعبنا الجميل. حاولت بقى ان انا اخش في الحاجات المصريه قوي والشعبيه بتاعتنا، الحاجات الحلوه بتاعتنا. تعرف ان ده برضو ممكن يعمل نوع من ترويج السياحه؟ اكيد طبعا. يعني بيقول لك السياحه في مصر مش بس اماكن، اللي هيفهم السياحه في مصر هيعرف يصنفها على حسب الناس. يعني اهل النوبه، اهل الصعيد زي ما انت عامل، فلاحه، الحضر او المدن، المصري زمان والمصري دلوقتي، الفراعنه. في حاجه كمان، يعني بعد ما اشتغلت الشغل المصري دوت، وعامه في برضه شغل عرب والافارقه والكلام ده، لما شفت لوحه الصعيدي على صفحات عالميه، ان هو يعني اول مره يتنشر صور صعيده الحاجات بتاعتنا على صفحات اجنبيه عالميه فيها 2 مليون و3 مليون شخص بيشوفوها حول العالم. فدي حاجه كويسه جدا، وحاجات يعني فرحتني وادتني حافز قوي جدا ان انا اشتغل اكتر. بورسعيد تحديدا جزء من تاريخنا المعاصر كده، واحنا بنحبها قوي. وزمان كان ليها دايما رحلات، يعني المدارس كانت لازم توديك بورسعيد وكانها جزء منك ولازم تبقى زورتها. يمكن دلوقتي الوضع اختلف شويه، لكن يبقى الحال ان بورسعيد دي جزء يعني لا يتجزأ من الشخصيه المصريه حاليا. فانت بالنسبه لك بورسعيد ايه، وايه اللي رسمته بورسعيد، وايه الاماكن اللي انت بتحب تروحها، وايه الاماكن اللي بتحب ترسم فيها؟ هو عامه بورسعيد طبعا اهم حاجه الاهل، يعني زياره الاهل وكده، وطبعا في اماكن كمان رائعه مصطفى جدا جدا، ولسه محافظه على نفسها وعلى نظافتها والبيوت القديمه بتاعتها. بور فؤاد والاماكن الحلوه دي والمعديه والشط والقرى السياحيه، الحاجات دي كلها طبعا. والدك سعيد بالمرحله دي من الرسم جداً. رغم انها الفكره اصلا اوروبيه مش مصريه يعني. يعني فكره مختلفه طبعا، بس طبعا في الاول والاخر دي حته فنيه يعني. ده حاجه فنيه طبعا، هو مبسوط بحاجه زي كده واكيد بيدعمني على طول، وانا ببقى مبسوط ان هو يبقى فخور بيا. طبعا ما حاولش يتعلم منك الفن ده؟ ما حاولش يشوفك بتعمل ايه، يحاول يقلدك يعمل زيك؟ لا، هو يمكن هو احسن حاجه بتعجبني ان هو ما يشوف لوحه جديده بيندهش. انا بعرف كده ان انا خلاص يعني. اصل انت عامله ده فعلا نوع، يعني انا بقول لك كنت بستغرب قوي لما بشوف اجانب عاملين ده، وكنت بقول دول بقى لهم مثلا 20 سنه بيرسموا، ده اقل واجب عشان يكونوا عارفين يوصلوا للمرحله دي. فانت في سن صغير لكن قدرت توصل لمرحله فنانين عالميين مش هيعرفوا يوصلوا لها يعني. الحمد لله بعد ممارسه طويله طبعا، وبتابع فنانين طبعا، باخد قدوه، بحاول ان انا اوصل له باي طريقه. بشوف فيديوهات، حتى لو حاجات بسيطه مثلا، بس باخد من هنا فكره وهنا فكره، بجمع معلومات اقدر ان انا استعملها في شغلي. بس واضح انك انت جد قوي يا مصطفى، يعني حاسه ما عندكش وقت حتى انك انت تهزر، تبقى عندك جزء ترفيهي، صحابك ايه الاخبار؟ ولا وقتك يعني ما عندكش وقت الكلام ده؟ هي مشكله ان اللوحه بتاخد وقت طويل، فانا لازم اضغط نفسي شويه عشان احاول اخلص لوحات، يعني انجز لوحات بعدد كبير عشان المعرض. ما بتزهقش في النص تقول لا انا عايز اخرج من الاطار ده، عايز اقعد شويه مع اصحابي اضحك، عايز اروح سينما، عايز؟ لازم يحصل حاله زهق. بالظبط، لازم في الحاله دي بقى يا اما اعمل حاجه من الاثنين، يا اما احاول اغير جو، ان انا انزل اخرج اتمشى في الحسين، احاول ان اغير المود. بس برضو اماكن حلوه يعني بتاعتنا برضو بتاعت زمان. اكيد. حلو. يعني انت بص، انت ليك نكهه، وواضح ان دماغك موزونه زي ما بيقولوا، وكمان واضح ان كده عندك نوع من الوطنيه، يمكن بشكل مختلف، انك مرتبط بالاماكن وبالشخصيات وبالعيله. فده ادانا نتاج رائع يعني. بس انا بقول لك يعني ادي نفسك وقت لصحتك ولعينيك ولاصحابك ولحياتك، حتى لو جزء بسيط، بس اعملوا حاجه مقدسه برضو في وسط الزحمه اللي انت فيه. طيب احنا عموما الناس طبعا زمان تحمست، واحنا يمكن وريناهم جزء من شغلك. ايه رايك نشوف فاصل فيه شغلك كله؟
او اكبر كميه من الشغل. تمام. يعني. يعني شفنا شويه صور انا شايفه انها عبقريه. هي اصلا احب اقول لك ان الصور لوحدها لو هي حتى تصوير هي حلوه، ما بالك بقى لما يتعرف انها تاخد فيها شهور علشان تطلع بالجوده دي. اقرب صوره لقلبك ايه؟ اقرب صوره قوي. طبعا هو كلهم قريبين جدا لقلبي، ومش طبعا مش هقدر افرط في واحده فيهم. كلهم ابنائي بالظبط. بس اكتر واحده طبعا هي لمستني قوي لوحه الاميره ديانا. ديانا ليه؟ غير ان انا طبعا بعشقها اصلا متابعها من زمان قوي. قصتها اثرت فيا قوي، وبانتمائها لمصر وكده، وطبعا كل ده اثر فيا جامد. فما كنت شغال فيها كنت شغال فيها باحساس عالي قوي. كنت في مود تاني خالص. ده ممكن تبقى قصه حب على فكره واحنا مش حاسين. لا ابدا، انا معجب طبعا الواحد يحب شغله بشخصيتها جدا. اللي عجبني ان انا بعد ما خلصتها الاحساس بتاعها وصل للناس. يعني الاحساس بتاعها كان اقوى من التقنيه ودرجه الاتقان. الاحساس وصل للناس، كان فيها احساس مرهف زي ما بيقولوا. ده اكتر حاجه عجبتني قوي ووصلت للناس قد ايه هي عايشه، يعني صحي اكنها انسانه موجوده يعني. لقيت اعجاب كبير قوي، وانتشرت جدا على صفحات السوشيال ميديا وبره. حتى هي قرايبها يعني على صفحتها الرئيسيه نشروها وشكروني جدا. يعني وصل لهم لا الحمد لله وصلت لهم. هي دي ميزه السوشيال ميديا، ان الحاجه توصل هوا الحقيقه. ولازم تفكر فيها بشكل جدي. إذا كنت أنت بتعشق مصر كده وبتعشق الشخصيات المصرية وأماكنها المصرية، حتى لما بتاخد وقت ترفيهي بتروح لأماكن ليها طعم وريحة ولون زي الحسين وغيره. لما يطلب منك إنك أنت أماكن سياحية تجسدها لنا، لأن الحقيقة أنا ممكن أدخل مكان أبقى شايفاه، أنا ممكن أحس يعني إحنا شفنا الكلام ده الأوروبيين عاملينه على أرض، إنه مثلا فجوة أكنها مثلا 2 كيلو تحت الأرض، ومبين لك إن في ناس بتقع وتتخض، تبقى أنت خايف تعدي فيها رغم إنها أرض مسطحة. هل ممكن يتعمل مشروع أو افتتاح مكان أو مستشفياتنا أو أيا كان تنقل فيها صورة مثلا ناس حقيقيين، توصل ناس يعني شخصيات زي اللي كانوا ماسكيننا قبل كده كقيادات، تنقل مكان حقيقي موجود كمعبد تعمله بحجمه كرسم بحجمه طبيعي بالصور دي، ولا ده حاجه صعبه قوي؟ لو طلب منك حاجه زي كده تعملها؟ لو اقدر طبعا، لو اقدر اكيد. ايه اللي يخليك ما تقدرش؟ المجهود والتعب المجهود وده لازم يبقى ليه مقابل. هيخليني اخش في ناحيه تانية من الفن، اللي هي ايه؟ لو على ال 3 دي والكلام ده، اللي هو اللي انت عامله ده. اللي انا شغال فيه، اماكن وشخصيات تبقى موجوده اكن الواحد خلاص هيلمسها بالظبط. ان شاء الله. يعني هي من في دماغي ان شاء الله من الفترات الجايه ان انا اخش على حاجه كبيره واشتغل بقى حاجات اثريه من بتاعتنا. يعني انت ممكن تعمل خداع بصري بده، يعني ابقى متخيله ان لسه الطريق بيكمل ويبقى لا ده انا قدامي حيطه وانا مش فاهمه انها حيطه، انا فاكره نفسي هكمل لسه في الطريق، ان في شخص جاي عليا ولا جاي عليا. هي موضوع منظور وابعاد وتظليل، كل ده طبعا بيأثر. بس انت بما انك عرفت تعمل التفاصيل دي هتقدر تعمل اي حاجه ثانيه، اي حاجه ثانيه بالظبط اكيد. بس انا مركز في الحته دي بالذات، مش عايز اخش في حته ثانيه. هو طبعا انا يعني بشتغل بحاجات ثانيه، بس التركيز الاكبر على الشغل ده. من خلال فيها حاجه حلوه، احنا بنعرف شبابنا انه مفيش حاجه اسمها صعبه، مفيش حاجه اسمها مستحيل. بنعرف شبابنا يعني ايه وطنيه بشكل مختلف،
انا ممكن احب بلدي في اللي انا بعمله ده. بالظبط. وممكن اروج لسياحه عن طريق اشخاص انا برسمهم. فاحنا بنقول للناس، بننقل لهم صوره، فانت مش بتضيع وقتك، انت بتكمل نفس المسير. صح. بس قولي، احنا واخدينك دلوقتي من حاجه مهمه، بتعمل ايه بقى؟ معرض او بتعمل حاجه، بتجهز لحاجه؟ طبعا انا بقالي اهو 3 سنين بحضر عشان المعرض، وخلاص المعرض ان شاء الله هيبقى على السنه الجايه. في مصر اتعملت النوعيه دي من المعارض قبل كده ولا ما تعرفش؟ لا، ممكن يكون لوحه او لوحتين في معرض، معرض كبير، لكن مش معرض كامل مخصص للجاف. حاجه حصري يعني انت اللي بإذن تعملها الله. لوحدك. بإذن طيب الله. اللوحات هتبقى عباره عن ايه؟ وكام لوحه مشاركه هتبقى في المعرض؟ وهل ممكن تدخل ناس بحاول. تانية معاك؟ ممكن ادخل معاه شخص او شباب. شخصين، بحيث ان المعرض بس يتملي لوحات، لان لوحاتي مش هتكفي برضه. اكيد 3 سنين مش كفايه باللي انت بتعمله ده. بالظبط، يعني اللوحه بتاخد شهر او شهرين، فلا انا مش هينفع مش هلحق اكمل، بقيه المعرض. في تيمه معينه اللي تخدم المعرض كله، ولا انت بتختلف من حاجه للتانيه؟ كل لوحه بتتكلم عن نفسها لا، منفصله يعني بذاتها؟ لا، هيبقى في ترتيب معين، بحيث ان كل لوحه ما تكون منفصله عن اللي جنبيها، ما يبقاش نفس الموضوع قريب من بعض، عشان بس ما يبقاش في ملل موجود. كويس. و اغلبها وشوش، بورتريهات كده؟ طبعا هي الاغلب، معظمهم بورتريهات. وجوه. كويس. بالظبط، انا بحب النوع ده قوي من الرسم. انت طبعا مفيش حد صعب، انت ممكن تطلع اي صوره من على النت وتعملها. لكن انت بتحلم حد معين ان انت حاطط في دماغك نفسك قوي ترسمه، غير ديانا. يعني انت قلت اميره ديانا كانت من الناس اللي اثرت فيك على اساس قصتها كمان كانت فيها مأساة. لكن عموما مفيش حد معين نفسك ترسمه؟ لا والله، هو في كتير، بس هي المشكله ان انا مش مجرد ما انا خلاص حبيته لا هرسمه، لازم اتاثر بيه. تتاثر بحياته، بشخصيته، بالظبط. بقصته. لازم اتاثر بيه، لان ده يعني بيترجم احساسي في اللوحه عشان يوصل للناس. وايه اللي انت عايز تقوله للشباب؟ ايه الرساله اللي عايز تقولها لنا؟ ايه اللي انت عايز تقوله للدوله، للحكومه بتاعتنا، بحيث ان انت ممكن فن أوي. زي ده ينتشر؟ يعني كلمه دقيقه كده. احنا يعني محتاجين، احنا عندنا مواهب كتير جدا يعني صحيح. والفيسبوك مليان مواهب بشكل مبدعين. جدا جدا. احنا محتاجين بس حد مسؤول يهتم بالشباب دي، لان في الاول والاخر ده هيبقى عائد كويس على مصر. ده هيدي صوره للعالم الخارجي ان في عندنا مبدعين يقدروا ينافسوا اي حد. يعني احنا دايما يعني عندنا اي فنان بيشوف لو حب بره يتعقد، لا ما تتعقدش. انت قادر تعمل احسن منها. بالظبط، قادر توصل وتعديه وتعمل وتنافسه عالميا ودوليا. بس احنا محتاجين مسؤولين، ده يعني يحسوا بالمبدعين بالظبط، هيدي حافز للشباب ان هم يشتغلوا اكتر على نفسهم، هيفتح لهم مجالات واسعه جدا ان هم يقدروا يشتغلوا فيها كشغل، مش كممارسه فقط، يعني كشغل وممارسه، يفتح لهم افاق جديده يعني. بس هو ده اللي بتمناه في الوقت طبعا الحالي. واحنا كلنا بنتمناه، وانا سعيده بيك لانك مثال حي للشباب المصري اللي عنده استعداد ووطنيته تخليه انه لوحه هيتعمل فيها مجهود شهور، لكن هتطلع نتيجتها رائعه في النهايه، وممكن فعلا تروج سياحه، مين عارف. انا بشكرك شكرا جزيلا يا مصطفى، نورتنا، وسلم على والدك كتير جدا يعني، وقول عنده حق طبعا يفخر بيك يعني. ميرسي يا مصطفى. شكرا جدا. بنشكر كل مشاهدينا في كل مكان، نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. وزي ما قلت، مصر مليانه بالحاجات الحلوه، يمكن اكتر من 80 مليون حاجه حلوه.